أي شخص بيشتغل بمجال التكنولوجيا أكيد مر عليه هالمشهد، ضغط هائل، موعد تسليم قريب، والنظام فجأة بيوقع. قصتنا اليوم عن أزمة من هالنوع، بس الأهم إنها عن لحظة عبقرية بسيطة جداً قدرت تغير كل شيء. خلونا نشوف شو صار. منقدر نحس بحجم الإحباط من هالجملة. تخيلوا معي فريق كامل من المبرمجين، أسبوع كامل وهم بيشتغلوا بدون توقف، 7 أيام بيجربوا ويصلحوا ويكتبوا أكواد معقدة بس بدون فايدة. الإرهاق تملكن واليأس كان واضح عليهم مع كل محاولة فاشلة. وهذا هو المشهد اللي كانوا شايفينه قدامهم، شاشة كأنها بتصرخ بوجههم إنه كل شي عم ينهار. الموضوع ما عاد مجرد خطأ واحد، لا، صار سلسلة أخطاء ورا بعضها خلت النظام يبدو وكأنه غرقان بتعقيداته، يعني كانوا حرفياً بيغرقوا بمشاكلهم. بس فجأة وبنص هالفوضى كل شي بيتغير. بيدخل على الخط شخصية جديدة، مبرمج لسه منضم جديد للفريق، كان بس عم يراقب اللي بيصير من بعيد وبهدوء، بعيد عن ضجة الكيبوردات والاجتماعات الطارئة. لما المبرمج الجديد طرح فكرته الكل رفضها تماماً، ويمكن حتى استهزأوا فيها. فكرة أنه نرجع للصفر كانت تبدو جنونية لفريق منهك. كيف ممكن يتخلوا عن شغل 7 سنين ويبدوا من جديد؟ هالشي كان بنظرهم اعتراف بالفشل. بس هذا هو السؤال اللي طرحه بكل هدوء وثقة. سؤال بسيط جداً، لكنه كان قوي لدرجة أنه كسر جدار التعقيد والتوتر اللي بناه الفريق حوالين المشكلة. الكل سكت للحظة، وهالسؤال البسيط خلاهم يفكروا بطريقة مختلفة تماماً. وهون بتيجي اللحظة الحاسمة. المبرمج الجديد ما فتح لابتوبه ليكتب كود، لا، استخدم أداة أبسط بكتير ليعرض فكرته. قدر يحول انتباههم من التفاصيل المعقدة للصورة الكبيرة. شوفوا هالبساطة؟ على ورقة بيضاء رسم هالمخطط الأساسي، تجاهل تماماً كل الأكواد والطبقات البرمجية اللي تعبوا عليها سنين، وركز بس على وظيفة النظام الأساسية، شو اللي بيدخل، كيف بيتم معالجته، وشو اللي بيطلع بالنهاية، بس هيك. وبهالجملة كشف الحقيقة. الفريق كان عم يحارب الأعراض، بينما المرض الحقيقي كان بالمنطق الأساسي للنظام نفسه. المشكلة ما كانت بالتفاصيل، المشكلة كانت بالأساس اللي انبنت عليه كل هالتفاصيل. وهي كانت لحظة الآها. الفريق نظر للمخطط البسيط، ولأول مرة من أسبوع شافوا طريق واضح للخروج من الأزمة. ما كانوا محتاجين تعقيد أكتر، كانوا محتاجين وضوح أكتر. وعلى هالأساس الجديد بلش الشغل، بس هالمرة ما كانوا بيضيفوا، كانوا بيحذفوا. تخلصوا من كل التعقيدات يلي ما إلها داعي والطبقات القديمة يلي كانت عاملة المشاكل، ورجعوا بنوا النظام حوالين المنطق البسيط والواضح. وهون منشوف الفرق بشكل لا يصدق. أسبوع كامل من الفوضى والحلول المؤقتة مقابل ساعتين بس من العمل المركز اللي حل المشكلة من جذورها. تحولوا من إضافة التعقيد إلى احتضان البساطة. وهي هي النتيجة النهائية. خلال ساعتين بس رجع النظام يشتغل بكفاءة كاملة وبدون أي أخطاء. الحل اللي كان يبدو مستحيل قبل كم ساعة صار حقيقة واقعة، والسبب تغيير بسيط بطريقة التفكير. القصة هاي مش بس عن البرمجة، لا، فيها درس عميق ممكن نطبقه بأي مجال منواجه فيه تحديات معقدة. طيب شو هو أهم درس بنقدر نتعلمه من هالتجربة؟ هاي كانت كلمات قائد الفريق وهو مصدوم من اللي صار. هالدهشة بتلخص كل القصة. ضيعوا وقت وجهد كبير بمحاربة التعقيد، بينما الحل الأقوى كان بالبساطة اللي تجاهلوها. هاي الصورة بتعبر عن قوة الفكرة. ورقة واحدة، فكرة بسيطة واحدة كانت كافية لحل مشكلة ضخمة استعصت على فريق كامل، وهالشي بيثبت إنه الأداة الأقوى مش دايماً هي الأكثر تعقيداً. إذن هي الخلاصة. هالمبدأ اللي ممكن نسميه مبدأ أبسمارت بيأكد أنه التفكير الواضح والمنطقي أهم بكثير من امتلاك أحدث الأدوات. القوة الحقيقية هي بقدرتنا على تبسيط المشكلة لنصل لجوهرها. وهي هي الرسالة الأساسية اللي لازم نتذكرها دايماً من هالقصة. المرة الجاية لما تواجهنا مشكلة تبدو مستحيلة، يمكن لازم نوقف عن البحث عن حلول معقدة ونبدأ ندور على أبسط طريق ممكن. وبالنهاية السؤال بيبقى مطروح: هل نحن منعالج مشاكلنا بالتفكير العميق والواضح؟ ولا بس منضل نضيف تعقيدات على أمل إنه المشكلة تختفي لحالها؟ يمكن صار الوقت نعتبر البساطة هي أقوى سلاح عنا.